السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جايب 3 منتجات عايزين نجربهم بديل البيبسي، منتجات مصرية علشان المقاطعة. بس قبل ما نجرب عايزين ندعي لاخواتنا في فلسطين. يلا نجرب. دي ازازة توب، هي حاليا بتتباع ب6 جنيه، وبصراحة طعمها كويس. معروفة توب من زمان، في منها لتر وفي منها 2 لتر. ودي الازازة الصغيرة بتاعتها. بسم الله. دي من الازايز القريبة بصراحة للبيبسي توب. نشوف المنتج التاني. المنتج ده ستار كولا، ستار كولا بطعم البرتقال. بسم الله. هي طعم البرتقال بس خفيفة شوية، مفيش فيها صودا طبعا. بس طعمها مقبول والله، بالنسبة بصراحة المنتجات المصرية طعمها مقبول. ستار كولا طعم البرتقال. نشوف المنتج التاني. ام سي، ام سي بطعم التفاح الاخضر. يلا نجرب. بسم الله. لا وبرضو طعمها كويسة، برضو طعم التفاح بتاعها كويس. يعني ال3 منتجات دول كويسين. بس رقم واحد توب، توب رقم واحد بالنسبة للطعم. وام سي ده كويس بطعم التفاح، طعم برضو التفاح باينة فيه. وستار كولا برضو طعم البرتقال كويس، يمكن خفيفة شوية بس كويسة برضو. هيبقى عندنا 3 منتجات. المنتج الرابع توب برضو بس الشكل الجديد توب. فانا قلت برضه اجربها لحسن تكون ايه، قللوا حاجة فيها بصراحة. هي ب6 جنيه برضه، يعني هي توب بس الجديدة، فقلت اشوفها معاكم. بسم الله. ايه الصودا اكتر في الجديدة ولا ايه؟ بسم الله. لا لا، نفس التوب بالظبط. هما اللي غيروا تقريبا الورقة، عاملين نيو لوك جديد. وكده يبقى احنا جربنا 3 منتجات توب وستار كولا وام سي. ام سي وتوب القديمة وتوب الجديدة.